السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يا مساء الخير أو يا صباح الخير عليكم جميعا. طبعا اليوم جايتكم بفيديو. غيرت غرفتي، إن شاء الله التغيير ينال إعجابكم. وفي أشياء صراحة ما عرفت إيش أسوي فيها، وفي أشياء اتصرفت فيها يعني حسيت الغرفة هايصة مرة. يعني بصراحة عفشي كثير. بصراحة عفشي كثير. شايفين العفش هذا اللي تحت السرير كله؟ هذه كلها أغراضي، ما شاء الله تبارك الله، كلها أغراضي. حوست فيها، ما عرفت فين أوديها، ما عرفت إيش أسوي فيها. هنا بنت الله يحفظها لي يا رب العالمين قاعدة تساعدني. فكيت السرير الأول وطلعت الأغراض اللي تحت السرير. طبعا أنا غرفتي كنت حاطة فيها سريرين، سرير ليا وسرير، لا استغفر الله، سرير لأختي وسرير لولدي، وأنا فرشت راحتي على الأرض وأنا وبنتي ناخد راحتنا فيه. ما أحب نومة السرير كثير، يعني ما أحب أنام على السرير كثير صراحة. ف خلاص أنا وبنتي نفرش راحتنا على الأرض ويلا ننسدح فيها. وبس حبايبي، هنا جيت طلعت السرير وجبت السرير التاني، وهذا ولدي الله يحفظه كان قاعد يساعدني. هذا ولدي الصغير. طبعا ولدي الكبير في مصر، الله يحفظه ويحميه فين ما كان إن شاء الله يا رب العالمين، وأشوفه في أعلى المراتب يا رب العالمين. هنا خلاص ولدي قاعد يساعدني. طلعت السرير أنا وبنتي، طلعنا السرير وولدي جاء يساعدني في تركيب السرير. هنا فما عرفت كيف أركب السرير، في طريقة لتركيب السرير هذا فأنا ما عرفته. فرجعت دقيت على الرجال قلت له في مفك معين، ولدي يقول لي في مفك معين لتركيب السرير هذا يا أمي، فينه؟ فالرجال لما جاب لي السرير ما جاب لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما جاب لي المفك. فيقول لي أنا عندي مفك. قعدنا ندور على المفك لين ما قلنا بس ما لقينا. دقيت على الرجال قال لي طريقة التركيب كذا وكذا وكذا، وصف لي. ف ركبته بدون مفك، بدون أي شيء، بس كذا تركيب. فهمتوا؟ بس كده تركيب يتركب في بعض وخلاص، زي ما شفت قبل شوية انه حطينا رؤوس السرير والعواميد دخلنا فيها ونزلناها كده على تحت، طقت معانا وخلاص. ما كان يحتاج مفك ولا يحتاج شيء. فتوقعت انه يعني شغلة طويلة وعريضة وكده، بس الحمد لله التركيب طلع مرة سهل. احيانا ادخل اليوتيوب عشان اشوف طريقة التركيب، يعني الاقي انه التركيب جدا صعب، بس ممكن في اختلاف في التركيب، في اختلاف في الأنواع في كذا. يلا الحمد لله سهالة كانت الحمد لله. وهنا جيت أفضي الدولاب، جيت أفضي ملابس بنتي. خلاص فضيت الدولاب كله. مرة تعبت في الفلوق يا بنات، مرة تعبت فيه والله العظيم. قعدت 3 أيام وأنا أصور، 3 أيام وأنا أغير الغرفة. فكيت دولاب وركبت دولاب، فكيت سرير وركبت سرير، خلوها على الله. بس تعبت كان مجهود مرة، كان مجهود بالنسبة لي مرة، بس الحمد لله في النهاية الحمد لله سويت اللي كان نفسي فيه والحمد لله. هنا طلعت ملابس بنتي، جالسة أطلع فيهم، وكانت بنتي تساعدني تطلع معايا الملابس، من جهة تساعدني، من جهة تطفشني، من جهة تجنني. بس الحمد لله ما شاء الله في كل شيء تحب تساعدني في كل شيء. يعني ما تلاقيني أسوي حاجة إلا يا ماما أسوي معاكي، يا ماما أساعدك. حتى في الطبخ لما أجي أطبخ أسوي حاجة، لا لازم توقف جنبي، تبغى تشوف، تبغى تسوي، تبغى تفعل.
صح إنه يعني حلو يعني تتعلّم وكده، بس إنه خطر عليها، هي لسه صغيرة. يالّا الله يكون في العون، بس هم كده الأطفال في هذا السن يحبّوا يكونوا تحتنا في كل شي. شوفوا هنا قاعدة أورّيكم الدولاب كيف حايس، ملابس متراكمة فوق بعض. الحمد لله هنا فضّيت الدولاب، شايفين؟ هذا كله عفشي وعفش ملابسي وملابس عيالي وعفوش وكراكيب ودنيا، وملابس أختي. طبعا أختي ما كانت موجودة، طلعت ملابسها كله ورجعت، بعدين حتشوفوا إن شاء الله رجعت الملابس كلها. بعدين قلت هي ترتبها بالطريقة اللي هي تبغى. هنا بعد ما خلصت طلعت الملابس وخلصت الحمد لله. جيت قاعدة أفك الدولاب. الدولاب كان مرة كبير ومرة تقيل، مرة تعبت فيه والله. كان 6 ظرف و6 خزانات فوق، فمرة تعبت فيهم والله. جيت هنا قاعدة أفك البيبان. ولدي هنا ما كان موجود، قلت خلاص ما أقعد، ما أحب أسوي حاجة وما أكملها يعني. خلاص أحب أبدأ في الشي، خلاص أكمله، أحب أبدأ فيه وأكمله خلاص، ما أحب إني أوقف وكده. صح إني رتبت الغرفة كده في 3 أيام، بس إنه كنت زعلانة لأنه ما أحب أبدأ شي وأخليه في نص الطريق. فهمتوا؟ أحب أبدأ أسوي الشي خلاص أخلص منه مرة واحدة وأرتاح مرة واحدة. بس لا، الغرفة هذه تعبتني مرة والله، لأنه صراحة فيها عفش كثير، فيها أغراض أنا كنت جايبتها من بيتي. يعني صح إنه أغلب الأشياء اتخلصت منها للأمانة، أشياء كثيرة مرة كثيرة اتخلصت منها و شو اسمه بس في أشياء صراحة للأمانة أحتاجها، صراحة في أشياء أحتاجها، فخليتها معايا لين ما تتيسر إن شاء الله يا رب العالمين، وربي يفرجها إن شاء الله، وأرجع أخد عفشي وأروح على بيتي إن شاء الله بإذن الله، وربي يجمع شملنا إن شاء الله يا رب العالمين، بولدي وبزوجي إن شاء الله. وهنا برضو لسه أنا مستمرة قاعدة أفك الدولاب، قاعدة أفك البيبان. مرة كانت الشغلة متعبة والله، أصلا أنا أحب أتعب نفسي، ما أحب أرتاح سبحان الله، وبعدين أقعد أشتكي. ففك الدولاب أخد مني مرة وقت والله، للأمانة أخد مني مرة وقت، بس الحمد لله اتسهلت الحمد لله ولله الحمد، وقدرت. هنا ولدي جاء فقعد يفك معايا، وبنت أختي كمان كانت معايا برضو، وبنات أختي ما قصروا ساعدوني، وولدي ساعدني، وبنتي هي مسكينة سوت كل شيء مسكينة يديها العافية يا رب، تبى تشيل كل شيء. مسكت الدولاب، فكانت ماسكة الدولاب على أساس إنه تبى تثبت الدولاب معانا. مسكت الدولاب، وولدي لما شغل الدريل في دريل خاص للدواليب طبعا للخشب، قعدت تبكي، خافت لا يطيح عليها الدولاب خافت لا يطيح عليها الدولاب، مسكينة قاعدة تبكي. قلت لها أصلا انتيش اللي دخلك معانا في الأشياء هذه، يلا طردتها. وهنا بنت أختي كانت تبغى تشيل الدولاب، قلت لها لا خليه، ما حتقدري تشيلي لأنه تقيل شوية، النوعية هذه كانت تقيلة شوية والله صراحة، ما خليتها تشيل الدولاب الأرضية. فأنا وولدي شيلنا الدولاب وطلعنا. هنا خلاص زي ما انتم شايفين فكينا الدولاب الحمد لله وكنست، وفي غرف في الأرض من يوم ما جينا سكننا في البيت هذا. طبعا كان في مكان الدولاب، وجهة تانية كان في مكان الغرس سرير وكده،
ما عرفت كيف أطلعه. دخلت اليوتيوب، أمس دخلت اليوتيوب على أساس أبى أشوف طريقة كيف أطلع الغرا، فلقيت في بخاخ معين تبخيه على الأرضية وبكل سهولة يطلع معاك الغرا بكل سهولة. قلت إن شاء الله بإذن الله بس أفضى إن شاء الله أروح أشوف البخاخ هذا وحجيبه بإذن الله، وحوريكم عشان تستفيدوا انتوا كمان اللي تعاني من نفس مشكلتي في الأرضية، في مشمع في غرة مثلا، كانوا مغارين مشمع، كانوا مغرين فرشة، مغارين حاجة. فالغرة هذا مرة قاعدة أعاني منه. بس إن شاء الله لو رحت ولقيت البخاخ إن شاء الله بإذن الله راح أوريكم، وراح أوريكم كيف تشيلوا كمان. والله دخلت اليوتيوب وشفت الطريقة ومرة كانت سهلة. بس إن شاء الله وكبشرت على الشاشة، بس إن شاء الله بإذن الله حلاقي نفس البخاخ وإن شاء الله أوريكم بإذن الله. وهنا خلاص جينا قاعدين نركب الدولاب بمساعدة بنات أختي وبمساعدة ولدي. خلاص كان سهل جدا لأن الدولاب كان صغير مو كبير، مو نفس الدولاب هذا 4 بيبان. هذا الدولاب هذا كان 6 و6 خزانات ما شاء الله، كان شايل كل حاجة. فقلت ليش طالما الدولاب كبير حنحط فيه الأشياء اللي نحتاجها والأشياء اللي ما نحتاجها. فما له داعي، ما أحب كذا عفش متراكم، ملابس متراكمة وكده. بس صراحة أنا من النوع اللي يعني ما أحب أرمي ملابسي، أحب أحتفظ فيهم. أحس إنه كل لبسة في الدولاب لها ذكرى في قلبي. أحس ما أقدر أرمي حاجة، مثلا شنط، مثلا عندي شنطة، عندي حاجة أحبها لها ذكرى في قلبي ما أبغى أرميها فأحطها وزي كذا. بس أحيانا أعصب وأرمي قطعتين 3 فقط. وأحيانا إيش أسوي، أطلع كذا لبسة أحطها خلاص على أساس أقول لي ولدي يلا خلاص شيلها وديها للصندوق. بعدين أرجع أقول لا 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 أبغى أبغى ملابسي ما برميهم وأرجع أخدهم. تخيلوا. عشان كده صرت إيش أسوي، لو طلعت حاجة على طول أطلعها برا ما أخليها في البيت. لو خليتها في البيت أنا متأكدة 100% إني حرجع أخدها. سبحان الله، رغم إني ما أحب التراكم، ما أحب أخلي عفش يعني ماني مستفيدة منه أخليه. بس إنه في نفس الوقت أحس لهم ذكرى في قلبي، لهم يعني أشياء أتذكرهم فيها. ما أحب أرميهم والله صراحة للأمانة. بس أحيانا والله أضغط على قلبي كذا وأرمي. هنا الحمد لله قاعدين نركب الدولاب. ولدي قاعد يساعدني، الله يحفظه ويحميه ويستر عليه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هنا قاعد يساعدني وقاعد يركب معايا الدولاب. خلاص صار يقول لي أمي خلاص أقعدي انتي ارتاحي وأنا أسوي. فأقول له لا خليني لين نكمل مرة واحدة وخلاص أقعد مرة واحدة. خلاص ما في داعي إنه كل شوية أوقف وأرجع أوقف وأرجع أوقف وأرجع، لا خلاص ما له داعي والله. ففضلت معاه لين ما خلصت. شايفين هذا الخشبة المختلفة لونها، هذه أنا حطيتها عشان قلت يعني زيادة رف في الدولاب أحط فيها مثلا كريمات، آه أمشاط، عطورات، أشياء زي كذا يعني. قلت أحطها، فقلت خليني أخترع لي رف زايد تحت المفروض الحديدة هذه حقت التعليق فوق المفروض. بس قلت خلاص فساتين بنتي وملابس بنتي كلها قصيرة وقصيرة وكده يعني لو نزلتها تحت كمان حتكفي. قمت حطيتها تحت وحطيت فوق رف بحيث اني اقدر احط فيهم اشياء وزي كده. هنا خلاص جيت ابغى ارتب الملابس زي ما انتم شايفين. حطيت الملابس بديت بملابس اختي، فما سويت فيهم ولا شيء، طلعتهم زي ما هم حطيتهم. بعدين بعد ما ركبت الدولاب رجعتهم زي ما هم. قلت هي بعدين لما تيجي ان شاء الله باذن الله
تشوف ايش تبى تطلع وايش تبى تحط وايش تبى تسوي، ترتب ملابسها على كيفها. لخبطت الملابس كلها على بعض، كلها على بعض، التنانير على البناطيل على الفساتين على القمصان على كل شيء، حطيتها كلها مع بعض. والله صراحة ما فرزتهم ولا سويت فيهم ولا شيء. قلت لين تيجي هي ان شاء الله تشوف ايش تبى تسوي. وهنا بنتي ملقوفة كل شوية تيجي تحط راسها على الكاميرا، كيفكم، لا تنسوا اللايك ولا تنسوا مدري ايش وكلام كثير. جلست اقطع في الفيديو لين ما كانت، والله العظيم كان الفيديو تقريبا 81 دقيقة، فنقصت منها مرة كثير، حذفت أشياء وشلت أشياء وخليها على الله. قعدت يوم كامل وأنا أقصقص في الفيديو وأشيك على الفيديو برضو، لو في حاجة غلط لو في حاجة عادي يلا اعذروني، لأنه مرة تعبت في الفيديو هذا، والله مرة تعبت فيه. 81 دقيقة كل شوية أنا أشوف الفيديو وأقصقص فيه وأحط فلاتر وأسوي مدري إيه. وبرضو الله أعلم في أشياء يمكن راحت علي ما شفتها، في أشياء جليتها. الحمد لله على كل حال. بس هنا لسه قاعد أرتب ملابس أختي وجبت الكرسي، طلعت فوق وعلى أساس أحط الملابس فوق. بعدين قلت يصير فوق إيش تسوي، تحط يعني ملابس الخروج، يعني اللي ما تحتاجها كثير. الملابس اللي تحت يعني مثلا هي يعني مثلا ملابس اليومية، الملابس اللي تستخدمهم على طول، الملابس اللي تحسيها يعني تحسها للخروج ما تحتاجها كثير، خلاص ترفعها فوق. يصير لو احتاجتها كمان عادي تحط، الله يلي هنا تحط رجولها على الكرسي وتطلع فوق وتنزل ملابسها. رغم انه اختي كانت زعلانة للأمانة اني طلعت الدولاب هداك وجبت الدولاب هذا الصغير، لانه تقول الأغراض كثيرة، احنا ما شاء الله تبارك الله 4 والدولاب هذا ما حيكفينا. قلت لها لا حيكفي، خليه انا نفسي فيه وكذا وخلاص خليه ان شاء الله حيكفينا الدولاب وحيكفي انه نحط ملابسنا كلنا وكذا. احسن انه نخفف على نفسنا شوية، نخفف من الملابس شوية بدل التراكمات هادي، بدل الملابس الكثيرة هادي. خلاص ما له داعي يعني نقعد نجمع في الملابس وكذا. الشيء الواحد اللي ما يحتاجه اصلا ما ينفع انه يقعد في الدولاب، خلاص يطلع احسن. وهنا حطيت عطوراتها، حطيت كريماتها وزيوتها واشيائها كله تحت فوق بعض حطيتهم صراحة. قلت برضو تجي ترتبها بمزاجها، لأنه الواحد يعني سبحان الله يحب يرتب أغراضه كده بمزاجه، يرتب أغراضه بمزاجه أحسن. يعني زي أنا ما أحب أحد يغسل ملابسي، ما أحب أحد يطبق لي ملابسي أبدا أبدا أبدا. ما أحب إن أحس إنه لا ما مو عاجبني، ما صار زي ما أنا أبغى. فهمتوا؟ ممكن أرجع أضطر إنه أرجع أسوي شيء ثاني مرة، بالذات الملابس غسيل، سواء كان غسيل سواء كان ترتيب تطبيق في الدولاب. ما أحب، خلاص أنا عندي حاجة معينة تطبيق معين أنا أطبق وأحط الملابس في الدولاب، ما أحب. فعشان كده حطيت أشياء أغراض أختي كلها، وقلت خلاص هي لما تيجي تشوف إن شاء الله بإذن الله وخلاص تجي هي وتتصرف فيهم. هنا برضه فيوحة الحلوة هاي واقفة لازم تسوي معانا كل حاجة، إن شاء الله تكبر وتصير شطورة. نفسها توقف كذا قدام الكاميرا وتدخل راسها كذا في الكاميرا وتتكلم نفسها. وهنا جلست أطبق ملابس بنتي وجلست أطبق ملابسها
وهناك هي برضو قاعدة تساعدني هي كمان برضو، وقاعدة تحط ملابسها قاعدة تعلق ملابسها. اديتها الملابس، قلت لها خلاص يلا ها انت علقي ملابسك، علقي فساتينك وانا اطبق الملابس. هذا الفستان الابيض اللي بالاحمر هذا اللي شايفينه، صديقتي الله يديها العافية ادتني، قالت اديه لبنتك، فقلت لها صغيرة عليها، فقالت لي خلاص شوفيه وادي اي احد، بس هو الطول مزبوط، بس العرض من جهة الصدر من جهة البطن صغير على بنتي. فحطيته في كيس ورفعته، وجيت لما جيت بطلع الملابس شفته وفعلقته في الدولاب. وهنا برضو مستمرة، قاعدة أطبق في الملابس وأعزل في الملابس، اللي ينفع خليته واللي ما ينفع خليته. وأمي وجارتي الله يحفظهم كانوا جالسين معايا قاعدين يتونسوا معايا قاعدين يسلوني، شافوني أنا لسه هلكانة وتعبانة وقاعدة أرتب في الدولاب، فقالوا خلاص خلينا نساعدك بالونسة يعني. قالوا نطبق معك، قلت لهم للأمانة صراحة قلت لهم لا، أنا بطبق لحالي الملابس بس أجلسوا معايا وكذا، أنا حطبق الملابس صراحة. فحبيت إنه أنا أطبق الملابس. هنا كانت مقروشتني فيحاء هانم رايحة وجاية على راسي، كل شي تبغى تسويه هي، وهنا تبغى تطلع الفستان وتلبسه. قلت لها تلبس الفستان دحين، انت فين رايحة؟ ايش عندك؟ تبغى تلبس الفستان ليش؟ ما عندها ولا شي، ما هي رايحة ولا مكان، بس كذا تبغى تجنني. الله يهديها ويصلحها يا رب العالمين. وهنا اهو رايحة وجاية على راسي، وقاعدة تعلق لي الملابس، وانا برضو قاعدة اطبق الملابس. كيفكم انتو؟ طمنونا عليكم، ايش مسوين مع الاجواء الحلوة هذه؟ فين رحتوا؟ من فين جيتوا؟ لي اسبوع وانا اقول لهم يلا نروح البحر، يلا نروح البحر، نروح شاطئ السيف، نروح هناك، نروح الصباح الاجواء تكون حلوة. لا الجو بارد، ما نبغى نروح، الجو بارد. صح صراحة للأمانة يعني أجواءنا هنا، أجواء جونا في جدة هنا صراحة تمام، بس إنه سبحان الله لما تروحي بحر، تروحي حديقة، تروحي مكان كذا مفتوح، تحس الجو مرة بارد. سبحان الله تحس الجو مرة بارد. إحنا أهل جدة صراحة ما نتحمل البرودة للأمانة، ما نتحمل البرودة، فعشان كده نحس انه نستصعب الطلعة، رغم انه الاجواء كويسة صراحة، ما بها شي، حلوة ما شاء الله تبارك الله. واحيانا يصادف يوم بارد الجو، يوم عادي معتدل، ويوم يعني ها نص نص. بس سبحان الله لما تروحي بحر، تروحي مكان تبردي. فنفسي اروح البحر، بس ان شاء الله باذن الله اروح، وحصور لكم ان شاء الله باذن الله أجواء البحر، اللي مهم من جدة يشوفوا بحرنا كيف، يشوفوا أجواءنا كيف. طبعا أغلب البلدان دحين ما شاء الله تبارك الله الأجواء عندهم باردة، ما شاء الله تبارك الله. صراحة أنا عندي أفضل برد ولا حر. البرد على الأقل أقدر أدفي نفسي، أقدر ألبس شراريب،
أدفي نفسي، أشرب أشياء حارة، أقدر أتغطى. مو نقعد 24 ساعة جالسين في مكيفات، هذه المكيفات بنفسها تجيب المرض. مو نقعد في مكيفات 24 ساعة، لا. فأنا عن نفسي أفضل البرد من الحر. الحر تحسي نفسك 24 ساعة قرفانة، حرانة، متضايقة، ما انت عارفة ايش تسوي، تتروشي تطلعي من الحمام الله يكرمكم لسه حاسة نفسك حرانة. فالبرد أحسن من الحر مليون مرة، رغم انه في ناس لا يفضلوا الحر، بس لا والله ما في زي البرد صراحة. ما يحتاج 24 ساعة تفتحي مكيف، تيجي تشغلي تلفزيونك تسوي لك شي حار وتكي وانوار خافتة كده قاعدة تهيأ الوضع وتجلسي تتفرجي لك فيلم، تتفرجي لك حاجة، تسمعي لك قصة، ويلا الوقت يعدي. رغم انه الشتاء سبحان الله الوقت طويل، الليل مرة طويل سبحان الله يكون، بس سبحان الله أنا أحب الشتاء مرة، أحب أجواء البرد مرة. تجلسي تولعي لك حطب في حوش ولا في سطوح، تسوي لك شاي على الجمر، وتقعدي تستانسي وتشربي في الشاي وتتفرجي لك حاجة. أما الحر 24 ساعة تكوني متضايقة من نفسك للأمانة، ولا تقدري تطلعي تتمشي ولا تقدري تروحي مكان. تطلعي تتمشي من الحر من القرف، ما انت عارفة كيف تقعدي ترجعي البيت، ايش الفايدة؟ البرد على الأقل تتغطي وتقعدي في مكان ما انت قاعدة. هنا برضو أنا مستمرة ولسه قاعدة أطبق الملابس، قاعدة أعلق الملابس. سبت الملابس وبنتي قروشتني قمت أعلق معاها الملابس. تحب الفساتين، بنتي تموت، تعشق الفساتين. لو إنها حتى تنام بفستان ما عندها مشكلة، 24 ساعة تكون جالسة بفستان ما عندها مشكلة. تتمنى إنه حتى بجايمها تكون فساتين والله العظيم مع المبالغة يعني. تعشق الفساتين ما شاء الله تبارك الله عليها. فعشان كذا تلاقيني أشتري لها فساتين كثير ما شاء الله يعني. أغلب ملابسها في الأعياد في المناسبات يعني. لما أشتري لها ملابس حتى كذا يعني، لو رحت سوق شفت لبسة عجبتني وكذا يعني، حتى أنا صارت تيجي عيني على الفساتين من كتر ما هي تحب الفساتين ما شاء الله عليها. بس والله جلسنا نسولف أنا وحبوبة جارتنا الله يحفظها. آخر فلوق لما صورت معانا، لما صورت وسوت لكم الخبيز السوداني، على طول اليوم التاني راحت عند ولدها، راحت أبها. ما شاء الله تبارك الله أجواء أبها تجنن اليومين هذه. ما شاء الله راحت أبها، والله افتقدناها صراحة، افتقدناها جدا. يوميا ما شاء الله تبارك الله عليها تجينا، ونقعد نشرب جبنة، نشرب شاهي، نسوي لنا كيك، نسوي أي حاجة ونقعد نتونس. ما شاء الله عليها حبوبة مرة حبوبة، والله العظيم افتقدناها. دحين لها تقريبا يومين راحت. أيوة تقريبا يومين، لها يومين راحت مسكينة. يلا إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. تقول بترجع بعد رمضان كيف نقعد الفترة هذه كله من دونها ما أدري. والله خلاص صارت جزء من عائلتنا، صرنا بس على طول يعني مع بعض يوميا. لو ما جت نروح ندق عليها الباب، حبابة وينك اليوم ما جيتي؟ حبابة ايش بك اليوم ما جيتي شربتي معانا الجبنة؟ تقول أنا لو ما جيتكم أصدع، لازم أجي أقعد معكم أتونس معاكم، حسي أخذ غفوة بجيكم الله يحفظها يا رب، كلامها زي العسل والله العظيم. وبس والله تيجي تتونس معانا، وهنا كمان كانت مونستني قعدنا نتونس أنا وهي وأمي. الله يحفظهم ويطول في أعمارهم يا رب العالمين. جلسنا نسولف ونتونس لين ما خلصت الملابس. قلت لهم يلا ونستكم يا بمساعدة خففوا عني شوية والله. قعدنا نسولف ونضحك.
شايفين هذا الفستان؟ أمي اشترته لها، أمي جابت لها هو هدية في العيد. تخيل يا بنات، قالت ما عجبني، مو حلو. رفضت انها تلبسه، رفضت، بس في النهاية انقطع من تحت. قلت والله حرام ما ارمي. والله ما لبسته كتير، حتى ما لبسته مرتين، لا والله استغفر الله العظيم، لبسته يمكن 3 مرات كده. بس حرام والله، قلت والله ما ارمي، خيطه لها من تحت، قطعته من كتر ما هي ما تحبه. ماني عارفة كيف اتقطع، تقول لي ماما انقطع، ماني عارفة هي قطعته ولا هو انقطع من لحاله كده، ماني عارفة. فقلت اخيطه لها وخليه لها هو، حتى لو ما يعجبها ألبسها إياه. أنا أحط الملابس وهي قالك تجي ترتب تشيك على ملابسها. وهنا سرعت الفيديو لأن الفيديو مرة كان طويل، مرة كان طويل الفيديو، ما شاء الله تبارك الله. فكان زي ما قلت لكم والله كان 81 دقيقة، فأنا خليته تقريبا 44 دقيقة. ايه خليته 44 دقيقة، عشان في أشياء كثيرة قصيتها، وأشياء كثيرة صراحة ما كانت مزبوطة وكذا، فقصيت الفيديو والله. هنا جيت حطيت ملابس بنتي، حطيت ملابس بنتي بعد ما عزلنا بعض الملابس، بعد ما طبقنا الملابس وكذا. جيت حطيت الملابس، جيت بديت بملابس بنتي. والله اني دحين صرت اتكاسل مع الاشغال الكثيرة هذه ومع مشاغل الدنيا. كنت على طول اكوي لها ملابسها، والله ما احط الملابس في الدولاب الا وانا كاويته. على طول كنت اكوي لها ملابسها واحطه في الدولاب. كل الملابس كنت اكويهم والله احطهم في الدولاب، الا ملابسي صراحة ما كنت اكويها، اطبقها واحطها في الدولاب. وقت ما انا احتجت شيء ابغى اكويه اطلعه واكوي. صراحة ما كنت أكوي كل الملابس والله. أصلا أنا ما أحب الكوي أبدا، ما أحب شيء اسمه كوي نهائيا، سبحان الله. غسيل وكوي ما أحب أبدا، بس إجباري إجباري يعني أغسل، إجباري أكوي. حتى لو ما أحب أغسل والله، ولا أحب أكوي. وبس والله يا حبايبي، إن شاء الله يعجبكم الفلوق. لا تنسوا تسووا لي لايك، ولا تنسوا الاشتراك. وإذا عجبكم الفيديو شيروه لصحباتكم لأهاليكم. ما شاء الله تبارك الله عندي كثير بيتفرجوا الفيديوهات، بس ما في اشتراكات، ما في لايكات. ممكن الواحد أحيانا ينسى يحط لايك، سبحان الله. الواحد أحيانا ينسى يسوي اشتراك. بس حبيت أذكركم في نص الفيديو، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تشيروا لصحباتكم. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو بإذن الله. على قد التعب اللي تعبته إن شاء الله ألاقي منكم تعليقات حلوة إن شاء الله بإذن الله. هنا رتبنا الشراريب أنا وبنتي، هاي بتوريكم، قاعدين نطبق الداخلياتها. تقول لكم شوفوا شراريبي، قاعدة توريكم الشراريب. وخليت الدرج لداخليات بنتي وشراريبها، حطيت الداخليات وحطيت الشراريب. حطيت الشراريب في علبة، عندي علبة مقسمة، بس بعدين إن شاء الله بإذن الله يبغالي أخذ تقسيمات لل... للأغراض الباقية كمان إن شاء الله بإذن الله، عشان يكون الدولاب منسق ومرتب، ويكون يعني المنظر أحلى، يكون المنظر أحلى بكثير. يعني لما يكون في تقسيمات في منظمات في الدولاب بيكون أحلى صراحة بالأمانة. هنا جيت حطيت الفنايل فوق، حطيت الداخليات برضو، وحطيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حطيت الشراريب. وهنا خلاص فوق جيت أحط الشنط، حطيت الشنط فوق، آخر ظرفة فوق حطيت فيها الشنط.
لأنه ما ححتاجها يوميا يعني الشنط هذه، فرفعتها خلاص فوق. طبعا بنتي تديني الأغراض وأنا أرفعها، بنتي تديني الأغراض وأنا أرفعها، ما قصرت، تعبت معايا والله. جيت بوريكم هذه الشنطة يا بنات، أخدتها من الرياض، والله تقريبا لها 8 سنين تقريبا، لو ما أكذب والله يا 8 سنين يا أكثر. حبيتها مرة، حبيتها وأخدتها من الرياض، ما شاء الله تبارك الله، جديدة كأنها ما انهلكت. بس في النهاية إيش اللي صار؟ السحاب انقطع معايا، قلت والله ما أرميه، أخليه وأغير له السحاب، وأخليه لبنتي للخارجات لو خارجين أحط فيها أغراضها وكذا. قلت أخليه لها يا، كنت أول أنا أخده معايا محل ما رحت. عجبتني الشنطة مرة وأخدتها. شفت هذا الرف اللي سويته، فاستفدت منه، فحسيت انه الأرفف قليلة. لما حسيت انه الأرفف قليلة فحبيت انه احط يعني رف تاني اضافي احط فيها اغراضي، زي هنا المنظمات حاطة فيها اللوشن، حاطة فيها شو اسمه كريماتي، حاطة فيها الماسكات، حاطة فيها غسول الوجه، وحاطة فيها أغراضي. يبغالي أجيب زي كذا كم واحدة كده زي بعض كده مرتبة حلوة، فيصير خلاص أحط فيها أغراضي وأحطها في الدولاب، بيصير أسحب واحدة وأنا عارفة إيش فيها، وأشيل الشيء اللي أنا أبغاه وأرجع، بدل الفوضى هذه اللي مسويتها أنا. إن شاء الله بإذن الله دحين خلاص مع التعب ومع البهدلة خلاص حطيت الأشياء كلها مع بعض، بعدين إن شاء الله أجيب المنظمات وأنظمها إن شاء الله. شوفوا هنا بوريكم العلب هذه أخدتها من شي إن، علب صغيرة صغيرة تنحط فيها الإكسسوارات، تجنن والله يا بنات. كل علبة حاطة فيها سلسال حلق، يعني بحيث إنه أشياءكم ما تضيع وتكون مرتبة. السلاسل لما تكون كذا مع بعض تتشبك مع بعض، فالفكرة هذه مرة حلوة. تاخديها وتحطي منظمات تعتبر، تحطي في كل علبة حلق، سلسال، خاتم. فحبيتها مرة واخدتها من شي ان قبل فترة، والله ماني متذكرة متى بالضبط، فاخدتها من شي ان. طبعا انا عشقي شيء اسمه شي ان، للأمانة أحب 24 ساعة لو تلاقيني فاتحة، حتى لو ما أشتري شيء 24 ساعة سلة التسوق عندي مليانة. أشتري ما أشتري بس كده أدخل أتصفح وأحط في سلة التسوق، بس كده 24 ساعة. صراحة أحب ملابسهم، صراحة ملابسهم تجنن، جزم الله يكرمكم حلوة صراحة. ف كل شيء عندهم صراحة ما شاء الله تبارك الله، حلوة صراحة. وفروا علينا روحات السوق، وفروا علينا كل شيء للأمانة. وهنا جالسة برضو أرتب الأغراض، جالسة أرتب الأغراض، في أشياء ماني عارفة إيش أسوي فيهم، في أشياء ماني عارفة كيف أتصرف فيهم، بس الحمد لله في النهاية قدرت الحمد لله إنه حطيت كل شي في الدولاب، والحمد لله. صح إنه 3 أيام كانت متعبة، بس الحمد لله في النهاية يعني في النهاية أنا مبسوطة من الشي اللي سويته. بس في أشياء ناقصة صراحة، في حاجات كثيرة ناقصة. إن شاء الله بجيب ستارة، وحجيب زولية إن شاء الله بإذن الله، وحجيب منظمات، وحجيب طاولة صغيرة في نص الغرفة كده أحطها، وأجيب زين للجدار، وأجيب ملاية للسرير إن شاء الله بإذن الله. وكذا يعني صح إنه خلصت الغرفة حاليا مؤقتة، بس إن شاء الله بإذن الله في أشياء كتيرة ناقصة حجيبها مع إن شاء الله وحوريكم، وحنرجع نعدل الغرفة مع بعض إن شاء الله بإذن الله. وهنا كنت بوريكم الدلكة البيضة، تجنن والله يا بنات. إن شاء الله بإذن الله حوريكم طريقتها إن شاء الله،
وصراحة تجنن حلوة للجسم، بيشيل الجلد الميت. ولو عندك تصبغات، عندك بقع في جسمك، عندك تشققات في جسمك، عندك علامات في جسمك ما بتروح، مع استمرار استخدام الدلكة تروح إن شاء الله بإذن الله. وهنا خلاص خلصت الدولاب، وجيت أفرش الملاية على السرير. هذه الملاية كانت عندي من أول يا بنات، أخدتها من الحراج. كان لما كان الحراج الله قبل لا يزير الحراج، صراحة كان أجمل سوق في الدنيا هذه. صراحة أجمل سوق، أي شي تبغيه تلاقيه فيه، سوق دولي عالمي، أي شي تبيه تلاقيه فيه. فكنت أحب أروح هناك وأخد الأقمشة هذه اللي بالمتر وأفصل فيها، أفصل فيها ملايات، أفصل فيها ستاير على طول. سبحان ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله، كنت أروح هناك وآخد. خلاص فرشت السرير هنا، وهنا جيت على الكرسي هذا. طبعا الكرسي هذا كنبة، بس تنفرد ويصير سرير، عرفتوا؟ أقدر أفردها وأخليها سرير. فهنا السرير التاني اللي مخرب الغرفة مشوه لي الغرفة، يلا مو مشكلة. أختي قالت أنا مستحيل ما أنام على الأرض، فالسرير الكبير خلاص أنا وبنتي دحين جاء دورنا صرنا ننام على السرير الكبير، وهذا خليته لبنتي، وولدي يفرد السرير والكنبة وينام عليها. وهنا جيت أركب الستارة. ركبت الستارة هذه وحاطة القماش هذا، القطعة هذه حطته من ورا عشان الضوء. أنا من النوع اللي ما أحب أنام في الغرفة وفيها شوية ضوء، ما أحب أبدا، ما أحب. خلاص ركبت الستارة وفرشت الملايات الحمد لله، وجيت خلاص أشطب الغرفة، جيت أكنس الغرفة. بس والله جيت كنست الغرفة ومسحتها الحمد لله. بس لما جيت أمسح الغرفة كنت مشغل الفيديو، بس في النهاية اكتشفت إنه الفيديو مو شغال، أنا ما شغلته. بس والله فرشت الزولية هنا، فرشت الزولية. بنتي مسكينة حزنت علي جابتني موية الله يحفظها يا رب ويسقيكي من موية الكوثر يا رب العالمين. فرشت الزوليات هذه، فلين إن شاء الله بعدين أخد أكبر إن شاء الله من كده، وإن شاء الله بإذن الله أفرشها. يلا هنا قلت خليني أستريح شوية ونشرب رشفة من الماء لنستعيد الحياة شربت موية والحمد لله قوم شطبت على الغرفة. خلاص ارتحت شوية وشربت موية باردة. شوفوا لا تنسوا اللايك بسوي لكم لايك على الموية طبعا أنا. وبس والله يا حبايبي، إن شاء الله يكون عجبكم الفلوق، إن شاء الله يكون لطيف وخفيف على قلوبكم يا رب. وهنا نهاية تشطيباتنا، خلاص خلصت الغرفة، وإن شاء الله ينال إعجابكم يا رب. وبكذا إن شاء الله حينتهي معاكم الفلوق، وإن شاء الله ينال إعجابكم يا رب. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشيروا لأهاليكم، وانتوا تتفرجوا الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك. الله يسعدكم يا رب العالمين ويحقق أمانيكم إن شاء الله يا رب. مع السلامة.